يعني هنا كعب بن مرة وصحابي آخر سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو أن عثمان ومن معه على الحق. قلت هنا ووردت زيادة عن نصر بن مزاحم: وفي المسجد يومئذ 400 رجل أو نحو ذلك من أصحاب رسول الله. كذا قال نصر بن مزاحم 400 صحابي، وفيه مبالغة، هذا كما تقول. ولو افترضنا أنه لم يشهد اجتماع الخطباء إلا 20 أو 30 فسكتوا ولا لكان مؤديا إلى نفس النتيجة. طيب مو مشكلة، يعني أنت تقول 400 أو أقل، يعني الصحابة كانوا في الشام جالسين يصوبوا رأي معاوية في الشام، ومعه مئات الصحابة يصوبون على حديث سمعه صحابي، وسمعه صحابي آخر اللي هو عبد الله بن حوالة. ومن المؤكد تقول إن الحضور من التابعين كان كثيرا، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الحاضرون كلهم لم يعارض ما ذكره كعب بن حوالة. فإذا اتفق هؤلاء الصحابة في الشام على رأي واستندوا فيه إلى حديث شريف، فإن التابعين من أهل الشام سيطبقون على التصديق به لا محالة. هنا قلت أن الصحابة هذان الصحابيان سمعا الحديث وذكروا الحديث عند مئات الصحابة ومئات التابعين، وكلهم لم يعترضوا على هذا الصحابي في فهمه أن أهل الشام هم على الحق، لأنهم سمعوا من النبي. هكذا فهم راويا الحديث. أنت تقول أنه راويا الحديث اللي هو كعب بن مرة. اختصر الدكتور عنده 10 دقائق، اختصر سؤالك يا أخي الكريم. أنت أخذت نصف الوقت الآن، أخذت نصف الوقت، وأنا طيب. الناس ترى تعرف هذه المسألة. خلاص كملت. فأطرح سؤالك أخي الكريم، اطرح سؤالك. السؤال هنا وصل. تقول هكذا فهم راويا الحديث كعب بن حوال الحديث على هذا المعنى، وروياه للناس على هذا الوجه مناصرة قضية عثمان والاقتصاص من القتلة، فكان هذا تفسيرهما للمراد من الحديث، فقبل معاوية وأهل الشام بهذا التفسير وهو اجتهاد منهم. أنت تعلق هنا، قلت الصواب من ذلك أن المراد باتباع الصواب من ذلك أن المراد باتباع أصحاب عثمان رضي الله عنه الذين تمسكوا به في زمن حياته حين ثار الغوغاء عليه وطالبوه بعزل نفسه عن الخلافة حتى قتلوه، وليس المراد المطالبين بدم الخليفة عثمان. فالحديث متعلق بالأحداث التي تحدث زمن حياة الخليفة عثمان، لا بما يحدث في زمن استشهاد عثمان. أنت هنا يا فضيلة الشيخ الدكتور خطأت صحابيين سمعوا الحديث من النبي وفهموه من النبي، وخطأت 400 صحابي كانوا جالسين، وخطأت مئات الصحابة وقلت هؤلاء فهمهم خاطئ، المراد من النبي لا يقصد به اقتصاص دم عثمان. السؤال هنا، كيف خطأت هؤلاء الصحابة وهم راويا الحديث وهم سمع الحديث من النبي؟ هذا سؤالك جزاك الله خيرا. اي نعم تفضل. الجواب موجود في كتابي، أنا أخبرت بذلك في كتابي. ففهم الصحابة هناك ناتج عن اجتهاد منهم. فهم الصحابي للحديث
الصحابي بارك الله فيك الأصل في فهمه للحديث أنه مقبول، بل يلزم الناس بفهم الصحابي، إلا إذا الصحابي وجد له صحابي آخر خالف ووافق الصحابي الآخر الصواب، فنعرف أن قول فهم الصحابي هذا مرجوح. هذه في مسائل كثيرة في الفقه يختلف فيها الصحابة، وهذه مسألة فقهية على فكرة، هذه مسألة فقهية في مسألة تقديم الاقتصاص على البيعة، هي مسألة فقهية اختلف فيها الصحابة كما اختلفوا في متعة الحج، كما اختلفوا في أمهات الأولاد، كما اختلفوا في يعني أحكام الفقهية كما اجتماع الخطباء. يعني ما الذي عزز موقف أهل الشام؟ أنا ذكرت أن أسباب 1 2 3، ثم ذكرت أن من أهم الأسباب التي عززت هي حادثة اجتماع الخطباء بإيلياء، يعني بيت المقدس اللي حاليا تسمى مدينة القدس في فلسطين، أن هذه الحادثة رسخت موقفهم. هم الحديث هكذا فهموا، على أن التعجيل بطلب دم عثمان هو المقصود بالحديث، هكذا فهموا. يعني يا فضيلة الشيخ، لحظة الله يرضى عليك، اللي سمعوا من النبي ما فهموا، أنت كيف فهمت؟ الله يرضى عليك، يعني هم اللي سمعوا من النبي. طيب يا أبو الوليد خليه يكمل الشيخ، ما قاطعك للأمانة، يعني خلاك تتكلم لين أكملت إشكالك، لأن المقاطعة هكذا تشتت الأفكار يا أخي. فأخي الكريم، عندك هناك قولان بين الصحابة يقولون أولا هو البيعة ثم نقتص. أهل الشام قالوا عكس ذلك، قالوا الاقتصاص أولا ثم البيعة. ممكن أسماء الصحابة بس، أسماء الصحابة اللي طلبوا البيعة دكتور بس أسماء الصحابة اللي طلبوا البيعة أولا لو سمحت، ممكن عددهم واسمائهم لو سمحت. سيدنا معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام، عرفت، هم هذا رأيهم. أنا ذكرت في كتابي أسماء بعض الصحابة، موجود في صحيح صفين، ذكرت أسماءهم الذين يعني شهدوا مع معاوية صفين. طيب بعضهم ما شهدوا صفين مع معاوية، لكن كما ترى أسماءهم هنا ذكرت. يعني طبعا أنا ما قلت إن عددهم 400، أنا قلت نصر بن مزاحم ذكر أنهم 400، وقلت في هذا العدد فيه مبالغة، في العدد ده فيه مبالغة، يعني ما يثبت، لأن النصر بنفسه. أسماء الصحابة اللي طالبوا بالبيعة لو سمحت دكتور، أسماء الصحابة اللي طالبوا بالبيعة أولا، أسماء الصحابة لو سمحت. إيه، معاوية ومن معه، معاوية، عمرو بن العاص. خلي أبو خطابي خليه يجيبني على سؤالي أنا. عفوا دكتور فواز، يا أخي الكريم، أنا فقط أريد أفتهم كيف أنت هذه الطريقة غير مجدية يا إخوان. أنتوا اطرحوا إشكالكم واستمعوا للدكتور. هذا الآن هذا الصحابة هؤلاء يعني ابن حوالة وغير، يعني هم فسروا الحديث على هذا النحو، فسر الحديث بأن المراد بالحديث هم الذين يطالبون بالتعجيل بالاقتصاص، يعني الاقتصاص أولا ثم نبايع، هكذا فسروا. وأنا قلت إن والصواب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يومئذ ومن معه على الحق والهدى، المراد به كل الصحابة بلا استثناء، لأن كل الصحابة يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه، ما فيهم أحد وقف ضد عثمان، بل كل الأمة على الحق والهدى يومئذ، كله حتى التابعين، ما عدا قتلة عثمان، لأن هذا يومئذ ومن معه المعية على الحق والهدى. والحديث الآخر قال فإن أرادك المنافق على أن تخلع هذا القميص فلا تخلعه حتى تلقاني. والصحابة والأمة كلها مع عثمان في طاعته وبيعته، عدا هؤلاء الذين قتلوه. فهذا هو الجواب بارك الله فيك، علما بأننا نحن أهل السنة والجماعة في منهج بيان العقيدة وبيان الأحكام الفقهية وبيان كل شيء حتى تفسير القرآن، أننا نجمع الأدلة كلها ليتبين لنا الحكم الشرعي. فهناك أحاديث صحيحة أيضا عند علي رضي الله عنه، يعني تدل على علي رضي الله عنه، يعني مثل حديث يعني تقتلهم أدنى الطائفتين يلحق، المراد بهم يعني الحرورية بالنهروان، وحديث وحي عمار تقتله الفئة الباغية. هناك أحاديث تتمم معنى الأحاديث الأخرى. والله يرعاك.
طيب شكرا يا دكتور. خلينا الآن نرفع التقييد. عندك استدراك أبو الوليد على كلام دكتور؟ والله يا أخي أنا أمانة ما سمعت جواب. أنا سؤالي صحابيان سمعا من النبي مباشرة حديث، فمن الطبيعي هم أفهم الناس لهذا الحديث، هما ذكرا الحديث، هما ذكرا الحديث. هذا لحظة بس اصبر عليه. هذا الصحابة كلهم سمعوا الحديث وفهموا أنهم يلزمون عثمان ويدافعون عنه، فكلهم طلبوا من عثمان الدفاع عنه ورفض حتى استشهد رضي الله. هم مخطئون في هذا؟ أبو هريرة هذا الحديث لا لحظة، أبو هريرة سمع الحديث هذا ومن معه على الحق والهدى. الحديث موجود في مسند أحمد بإسناد آخر عن أبي هريرة، نفس معنى هذا الحديث. سمعه وفهمه على أنه يدافع عن عثمان، وجاء قال يا أمير الآن طاب انضراب. تعرف الحديث أنت. فأبو هريرة فهم الحديث فهما مختلفا. يعني أنت لماذا قبلت كلام ابن حوالة أو فهم ابن حوالة ولم تقبل بفهم أبي هريرة رضي الله عنه؟ اعطني السند أبو هريرة وحديث أبو هريرة، لأن حديث أبو هريرة لا يشابه هذا الحديث. لا نفس المعنى، يدل على نفس المعنى. لا اعطني متن وسند الحديث فلنرى هل هو مشابه أو مختلف. ما مشكلة، أنت أكمل كلامك حتى أخرج طيب. إليه. أنا هنا أنت قلت مجاميع من الصحابة ومئات التابعين كانوا موجودين في أثناء ما ذكر كعب بن مرة الحديث وعبد الله بن حوالة. الكريم ولا أحد اعترض. عفوا لا تعد كلامي الذي في كتابي، اطرح ما هو سؤالك الله يرضى عليك. قول ولا أحد من هؤلاء الصحابة اللي كانوا في الشام اعترضوا على فهم كعب بن حوالة. ثم أنت نفسك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من كعب بن حوالة أن يلزم أهل الشام. ما المشكلة يا أخي؟ ما فهمت إشكالك إلى الآن. ما فهمت كيف خطأته. يعني كيف جعلت أنه فهمه خطأ. أنا قلت أنه خطأ. نعم موجود في كتابك. قلت أنه فهمه خطأ وفهم كل ما موجود في الشام. عفوا أنت قرأته بنفسك والأخوة وأنت عرفت. قلت والصواب، ما قلت الصحابي أخطأ. إذن هم غير صائبين يعني أو ماذا؟ أنا تكلمت. شوف كتابي أمامك. عكس الصواب شنو يا دكتور؟ لا يا أخي الله يرضى عليك، لا تقولني ما لم أقل. الزم الحروف والكلمات التي أنا قلتها. طيب راح أعرض لك كلامك، خلينا نشوف أنت تخطئ. قلت والصواب، كتبت تحت والصواب. يعني شنو والصواب؟ يعني هم على خطأ. لا يا وقلت الصواب انه فهمه خطأ. دعنا نتفق. قل فواز قال في كتابه والصواب، وانا اقول ان فواز يقصد خطأ. قل انسبه لنفسك لا تنسبه الي. انا ملزم ملزم بما يخرج من لساني. خلاص والصواب وبما تخطه يدي. طيب الصواب عكسه شنو يا دكتور فواز؟ والله فسرها بما تشاء. أنا الذي عندي يا شيخ فواز، أنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني. لا أنا ما عندي كلام. أنا ما عندي كلام. من أنا اللي يكون عندي كلام؟ أنا أنقل لك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فواز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. كبرني يا أخوي أبو. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذا هو جوابي يا أخي. جئتك من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت مؤمن بهذا الحديث دكتور طيب. فواز؟ شوفوا اخواني هذا الحديث. ماذا؟ هل أنت مؤمن بهذا الحديث دكتور؟ صوتك غير واضح يا أخي، أعد مرة ثانية معذرة. بس خليك مع الدكتور أبو الوليد. طيب يا أبو خطاب خلي بس الدكتور أبو الوليد يكمل بس حتى ندخل في موضوع ثاني حتى إن شاء الله نصل وإياه إلى حق. نقول هنا هذا في كتابي نفسي، يعني كتاب الدكتور فواز حفظه الله، يقول وأخرج أبو مسهر في نسخته حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني
عن عبد الله بن حوالة الأزدي، هو نفسه راوي الحديث، يقول عن رسول الله قال: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام يا أخي الله وجندا يرضى عليك بالعراق. يا أخي، عرفنا ما هو سؤالك. يخليه يكمل ترى الحديث يا أخي الله يرضى عليك، اطرح سؤالك أحسن، لا تظل تقرأ من كتابي. ترى أنت ما شاء الله عليك أخذت وقتا طويل. خلي اختصر. ماشي. وقراءتك ما شاء الله مترسلة جميلة، لكن يا أخي اطرح سؤالك أحسن، لأن الناس ترى تعرف ما الذي تقوله أنت. دكتور رحمة الله عليك، هنا أنت قلت أنه عبد الله بن حوالة النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك سيجند جند بالشام وجند بالعراق، فطلب عبد الله بن حوالة وصية من النبي فقال: الزم جند الشام. لكن لحظة. طيب جميل، عرفت سؤالك الآن بارك الله فيك. هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة صفين، أم مراد بفتن تحدث في المستقبل؟ عبد الله بن حوالة هو الذي سمعه من النبي وفهم أن مراده صفين، وسمع أن مراده أهل الشام. لحظة، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تعلم أن الصحابي قد يجتهد في فهم الحديث، يجتهد، لكن أقول لك مراد النبي. أنا عرفت صحيح كلامك صحيح، هذا هو مراد ابن حوالة، هكذا فهم الحديث، لكن أقول لك ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تجندون أجنادا ثلاثة. ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. شيخ حفظكم الله، الحديث هذا ذكره النبي لعبد الله بن حوالة، فهو أعلم الناس بمراد النبي. ما هي مشكلة، تعال بارك الله فيك لننظر في معنى الحديث. هل الناس يوم صفين تجندوا أجنادا ثلاثة، جند في الشام وجند في العراق وجند في اليمن؟ نعم، أنت في كتابك قلت لا ما تجندوا. لا هذا أنت كلامك لا غير صحيح. هذا الأخوة كلهم يسمعون الآن يا شباب. هل كان هناك جند باليمن وقت صفين؟ أجيبوني يا أخوة المستمعون. لابد أن نعرف وش ما تعلم. أحسنت، يعني غير موجود، ما يوجد جند باليمن. كان الخلاف بارك الله فيك بين أهل الشام وبين الخليفة بالعراق. أما جند باليمن فبارك الله فيك نفهم الحديث على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي اجتهد، ما هي مشكلة، جزاه الله خيرا، إن أصاب فله أجران ولا أخطأ فله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجتهد في فهمه. فنحن نفهم الحديث على فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ما ينطبق على أحداث صفين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور تحدث في المستقبل في آخر الزمان. طيب يا دكتور حفظك الله، أنا سألتني سؤالا إذا تأذن أسألك. أنت أجبتني عن أجبتك ما عن السؤال. ما أجبتني يا دكتور والله. لا بقى شيء في قلبي بس. طيب ما مشكلة، ما دعني أعطيك الذي طلبته مني. هو في أنا بالنسبة لي أنت تفتح عندك بارك الله فيك، لو تكتب عندك بقلم أو شيء حتى أكون على الأقل يعني أديت الذي يعني إجابتي كاملة، حتى ما تكون في مسند أحمد 8541. اكتب رقم الحديث عندك 8541، وكان المرة الثالثة 8000. النص دكتور أقرأ لك يعني. طيب اقرأ لي النص. حدثنا أحمد، هذا مسند أحمد طبعا. حدثنا أحمد حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني جدي أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان محصور فيها، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له، فقام فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو هريرة عفوا، يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. هذا حديث أبو هريرة الذي تكلمتك عنه قبل قليل. شعيب أرناؤوط قال إسناده حسن. عذرا يعني حتى تكتمل الصورة وتؤدى الأمانة يعني. تفضل أكمل كلامك، عذرا عن المقاطعة، تفضل. طيب أحسنت. المحقق شعيب أصلا الحديث هو بذاته ضعيف، صححه على ما هو صحيح من حديث عبد الله بن حوالة. إذن
أصل الحديث كيف رواه عبد الله. ما الخطأ؟ ما الخطأ في الحديث؟ الحديث كلامه صحيح. إذن الخطأ أنه أبي هريرة لم يسمع الحديث، والحديث بالأساس ضعيف. الحديث الصحيح. انت عندك علم بارك الله فيك في علم الحديث. أنت بسرعه اعطيك سؤالا صديق. سريعا. عندك علم؟ نعم عندي علم ولله الحمد. درست عند من من العلماء؟ درست عند من من علماء الحديث؟ درست عندك أنت تصحح الحديث، تقول صحيح. طيب جميل. ثانيا بارك الله فيك سؤالا سريعا. فأنا ما هو الضعف في هذا الحديث؟ ما هو الضعف؟ انا ما ارى فيه ضعف، انا ارى الاسناد الحسن فعلا. هذا إسناده حسن يعني بمجموع طرقه، والطرق لا 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 الأصلي. لا 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 على رسلك. هذا شعيب الأرناؤوط قال إسناده حسن، هذا اللفظ. وأنا حتى لا نفس لا. الكلام يعني. خلي أطلع لك السند. خلي أطلع لك السند. طيب أعطيك رقم الحديث أخي الكريم. لحظة خلي نطلع لك السند. تعطيني 8541. اعطني كلمة من الحديث رعاك الله. اكتب عليكم بالأمين وأصحابه. عليكم بالأمين وأصحابه في مسند أحمد. يا شيخ هنا يقول أبو حبيبة لا يعرف اسمه، يعني وثقه لا هو نفسه. ماذا اقرأ كلام شعيب الأرناؤوط ماذا قال؟ يقول إسناده حسن، أبو حبيبة لا يعرف اسمه. يعني أنا نقلت كلام الشيخ شعيب بلفظه، ما قلت لا شواهد ولا غيره. أكو علة عكس الحديث الصحيح. هنا أنا شي يقول إسناده حسن، أبو حبيبة لا يعرف اسمه، وروى عنه جمع من الثقات، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه الحاكم من طريق مسلم بن إبراهيم من طريق موسى، كلاهما عن طيب عن جد موسى. أيوة اللي هو أبو حبيبة. أكمل. أيوة نعم. نعم. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن موسى بن عقبة به، وتصفح في المطبوع. إذن الحديث فيه علة. الحديث الأصلي اللي أنت ذكرته فيه علة. هذا الحديث صحح من أجل حديث أصح منه، وأنت إذا أكيد تعرف بعلم الحديث. لا لحظة. لكن أنت ما أعطيت ما هي الحديث الصحيح إلا بارك الله فيك كمتن صحيح. كمتن صحيح يا رجل. لكن هل ثبت أن أبو هريرة ثبت؟ لا ما ثبت. إلا لو كان ثبت قال صحيح. لا جاء واستأذن في الكلام وأثنى عليه، والحديث له تتمة. فقال أبو هريرة استأذن عثمان يضرب بالسيف، وعثمان نهاه. هذه له تتمة ورد بإسناد ليس عند أحمد، لك بتتمة أخرى في يعني عند غير أحمد. احنا نريد التتمة لأن لحظة يا أخي الكريم، يعني لحظة. هذا عند طيب هذا هو موجود عند عبد الله في زياداته. عند عبد الله في زياداته من طريق مصعب عن أبيه عن موسى من إسناد آخر، يعني ينتهي إلى نفس موسى بن عقبة. طويل يعني عند في زيادة. طيب يا دكتور، أبو هريرة هل بايع عليا؟ شوف يا أخي الكريم، كل الصحابة بايعوا عليا بلا استثناء ما عدا أهل الشام. اعطني أين أبو هريرة بايع عليا؟ ما سمعت محاضرتي أمس بارك الله فيك، يعني تجد الجواب في محاضرتي التي ألقيتها قبل أمس يوم الأربعاء. ما سمعتها بارك الله فيك. والله احنا نريد الكلام والسند حتى نستفيد بوجودك. أنا أعطيتك قبل قليل مسند أحمد والحديث صحيح. أبو هريرة بلا شك روى هذا الحديث، هو عند العلماء حديث أبو صحيح. هريرة عندما فهم هذا الحديث نعم وهو كان تحت الإقامة الجبرية، هل بايع؟ يا أخي الله يرضى عليك، هو فهم الحديث بأن عثمان على الحق وقتلته على الضلال، وأنه يدافع عن عثمان، فهذا هو الهدى. هذا يومئذ ومن معه، يعني من يقفون في صفه على الحق له، في ذاك رفع السيف هو وعلي وطلحة والزبير وعبد الله بن عمر وجماعة من كله، وابو سعيد الخدري، لا جماعة كبيرة من الصحابة.
جاءوا بالمئات بل بالألوف. يا جاءوا. فضيلة الدكتور أنا جاءوا سألتك، يدافعون عن هو عثمان راوي غير الحديث أن أبي عثمان، هريرة هل بايع عليا؟ ثبت. يا الله يرضى إسناد عليك، صحيح. الله يرضى عليك، لا تخرج عن الموضوع، ترى أنا والله وقتي ضيق، أنا يعني وإذا تأذن لي بايع أنا سأخرج. علي حتى نفتح يا أخي دعنا، كل الصحابة بايعوا علي، أخبرتك الله يرضى عليك، ما عدا أهل الشام، كل الصحابة بايعوا عليا. اسمع محاضرتي، أنا ما أريد أضيع وقت الشباب ولا أضيع وقتك. محاضرتي موجودة على يوتيوب، ودخلت منصة إكس عفوا، في صفحتي منصة إكس ستجد المحاضرة كاملة، كل الصحابة بلا استثناء بايعوا عليا. أنا استنبطتها بارك الله فيك من مناظرة ابن عباس، طبعا هي أدلة كثيرة. احنا من مناظرة نقدر ابن نقول عباس كل كوكب الأرض أيضا بايع عليه على كما بالإنشاء. قل ما تشاء يا أخي، لكن هذا الحديث عن وإحنا أبي نريد هريرة، السند لحظة الله يرضى عليك، هذا الحديث عن أبي هريرة في مسند أحمد حديث صحيح، وأنا أنصحك يا أخي الكريم، أنا أنصحك. طيب أبو هريرة ليش ما عمل فيه يعني؟ طيب يا أخي أنت لست في مقام محاسبة الصحابة، هم جاءوا إلى عثمان وقالوا ندافع عنك يا وعثمان هو دكتور الذي أنت رفض. هنا خطأت 400 يا صحابي. لا مو ومئات أنا ما التابعين. أقول، لا عفوا، رجعنا مرة ثانية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رجعنا مرة ثانية يقولني ما لم أقل. أخوان أنا سأعرض كلامه وشوفوا هل يخبر لا تعرف الصحابة كلامي، ما عرفت يخبر. والله يرضى عليك، لا تضيع وقت الأخوة الله يرضى عليك، كلامي واضح، قلت 400 هذه فيها مبالغة، والذين عندهم لكن والذين أنت عندهم ثبت يا عشرات أخي الكريم، الصحابة الذين ومئات عندهم التابعين. الحس النقدي للأحاديث والأخبار يعرفون أين تقع موضع المبالغات، يعرفونها. فهذا الله يرضى عليك حديث صحيح في مسند أحمد عن أبي هريرة، وأنت رفضته لأنه خالف هواك. بكبرني يا أخوي أبو الياس، والله أنا ما أحب يعني أتهم بالتدليس، لأن هذا كتاب فضيلة الدكتور احنا نريد نستفاد يعني ونتعلم. طيب تفضل، لا بأس، حياك الله. ونحن نعتذر أخذنا من هذا وقتك. كتاب من؟ هذا كتاب صحيح أخبار الصفي. نعم تفضل. نعم هذا كتابك يا فضيلة الدكتور. اطرح السؤال ولا تقرأ يا أخي، اطرح السؤال. تمام. أنت بعد ما قلت حديث عبد الله بن حوالة وكعب بن مرة ومئات نقول عشرات الصحابة، أنت طيب إيه جميل ومئات التابعين، قلت جميل. هذا فهمهم أنه من اختصاص هذا فهم أهل الشام يا أخي، ما المشكلة؟ فهم هذا هؤلاء اللي طيب وأنت ماذا لكن يا أخي الكريم، بس يا دكتور على طبعا عندك أيضا الألوف المؤلفة من الصحابة في المدينة، صح؟ أنا ما يهمني هذا. لماذا عفوا لماذا لم يفهموا الحديث على نفسه؟ دكتور أرجوك لا نخرج من نقطة البحث. لا عفوا هذا الحديث. أنت الآن جئت بحديث ابن حوالة. طيب عندك الألوف المؤلفة من الصحابة في المدينة يعرفون هذا الحديث، فلماذا لم يفسر الحديث على هذا النحو؟ الألوف يا دكتور، لا من الألوف ما كانوا يعلمون. لا إذا أحسنت، ما فسر الحديث على أن هذا الحديث، ما فسروا على أنه يفسر بأنه تقديم الاقتصاص على البيعة، ما فسروا هذا. أهل المدينة هذا الصحابة المهاجرين والأنصار بالمدينة ما فسروا هذا التفسير، ولو فسروا هذا التفسير لدخلوا في جيش معاوية، لكن ما حدث هذا. يا دكتور يعني بالله عليك يكفي يا الله، بالله عليك. شوف أنت تقول وهو اجتهاد منهم. يا أخي الكريم شكرا لك، أجبتك واجتهاد وأخبرته. وبعدين والصواب في ذلك أن المراد يعني أنت تصوب سامع الحديث من النبي. نعم أنا أصوب بارك الله فيك، لأني بارك الله فيك يعني لأني رجعت لشروح الحديث للعلماء. طيب رجعت الأحاديث الأخرى. طيب ما هي مشكلة يعني، أنت بارك الله فيك أنت الآن أعطيتك كلام أبو هريرة، أنت رفضته وأخذت. انظر هل بايع علي؟ انظر لتناقضك. أنت قبلت بكلام نصر بن مزاحم بأنهم 4,000 صح 400 ونصر كذاب، وأنا قلت هذا الكلام ده ما يثبت. أنت قبلته لأنه وافق هواك. لا عفوا فأنت قبلت الشيء الخاطئ لأنه وافق هواك. جئتك بكلام أبي هريرة رفضت لأنه خالف هواك. لا ما رفضت، قبلت بلى أمامكم يا إخوة، قبلت. لا والله أنا قلت إن حديث لا يصح. ما موقف أبو هريرة؟ كيف ما موقف أنا أبو هريرة؟ قبلت. أبو هريرة بارك الله صحيح فيك على رسلك. أبو هريرة من أهل السنة والجماعة ولم يكن حروريا. أنا أسألك، هل أبو هريرة يعتقد أن علي هو الخليفة؟ أجبني نعم أم لا. لا دعك من كل شيء، دعني. هل أبو هريرة يعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو خليفة المسلمين؟
الواجب اذا طاعته. كان يعتقد لا اعطني لا لحظة لا عفوا، لا تخرج عن كلامي. هل أبو هريرة ما يعتقد؟ لا ما يعتقد. جميل. هل أبو هريرة حروري؟ نعم أم لا؟ بسرعة جبني بسرعة، لا تضيع وقت، الله يرضى عليك. هل أبو هريرة حروري؟ أعوذ بالله. هل هو خارجي مارق من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ لا أعوذ بالله. طيب ابن عباس لما قالوا له محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير فهو أمير الكافرين، طيب وقالوا له أنه هو ليس، معناه أنه ليس خليفة المسلمين، صح ولا لا؟ قالوا هو ليس خليفة، كفروا، هو ليس خليفة المسلمين. طيب هل أبو هريرة يقول أنه كلامهم صحيح أم كلامهم خاطئ لما قالوا أن علي ليس خليفة المسلمين؟ أبو هريرة ما جاوب. يا دكتور أبو هريرة أصلا كان خارج هذه شكرا انتهى الحوار يا أخو. سمعتم يا أخو، انتهى الحوار، ما عنده جواب. فأشكر لكم. أنت قفزت يا أنا رجل. لا ما قفزت، أنا أعطيت جواب سريع يا أخي. أي موضوع أبو هريرة موضوع جانبي، موضوع بيعة أبي هريرة جانبي. فأنت بارك الله فيك قلت أن أبو هريرة يعتقد أن عليا، أعطني موقف أبو هريرة في ذلك. أبو هريرة يعتقد أن عليا هو خليفة المسلمين، وهو على عكس بدعة الخوارج. القول بأن علي ليس خليفة للمسلمين هو قول الحرورية المارقين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب أم المؤمنين والله لا، عائشة بارك الله فيك بالحديث الصحيحة. كيف أم المؤمنين؟ ما فهمت. أم المؤمنين كيف تبايع؟ طيب المرأة تبايع طيب على هل يجوز؟ هي كانت تأمر الناس ببيعة علي رضي الله عنه، ثبت ذلك بأخبار صحيحة. فضيلة الشيخ خلاص انتهى الحوار. شكرا جزيلا لكم. ممكن كلمة طلب الوجه تفضل صقر. شكرا لك يا شيخ. دقيقة أستاذ فواز، ممكن كلمة أستاذ فواز؟ بارك الله فيك دكتور فواز. شمري أول شيخ شمري قال لنا 10 دقائق، خلي لحظة يا أخوان إذا أمكن تبقى وياه. بارك الله بك يا دكتور. وإياكم يا اخوان. شكرا خرجت بالحوار. موعد آخر. خرجت بالحوار يا أخوان. لحظة يا أخوان، خرجت. إخوتي الكرام، أنا يعني كنت سأخذ حياك الله. 10 دقائق امتدت إلى نصف ساعة تقريبا، وأشكركم. إيه حياك الله، وأنا سعيد بقدومك اليوم، وأنت ضيف عزيز يا شيخ شمري في أي وقت. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا أخوتي. نلتقيكم على خير، استودعكم الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. طيب يا أخوان، في عندكم أبو عبد الله موجود والأخ محمود.